بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نظام جيش من موضوعي مناسبات بين الآيات والسبور، يعني شتيك ما ولا يتر زرت ساكر. بله هلا درجي موضوعي أسباب النزول مدرساني الرابردو بس يتنزورك لداب الزين أسباب النزول ما نكردبون كنت من زارواها دبني صيغة كان هردوك محتملة أجا هردوك محتمل هو تضاد دروس نابتا فعرف أخوي هردو رأيك احتمالا رأي دومشان أجا قلت من هاتو يجل صيغة كان صريح ويج غير الصريح ولا سببية شهان بيش دخين أو كواس صريحة أو غير الصريحة كا ودوادا كبتن تعارض لسان يدرس نابيا أجا جوزار هردو شان صريح بون دين وزاري شهان صحيحة أو بيش داخل أدي أجازة لروي الصريح هذا شيء صريح بون وهذا شيء صحيح بون دين دسين سر مرجحات هذا أو هو كارني كادت وين رأيك بيش رأيش كذي خليني أقول لو أنا وكنا باس ما كل قلت ما أنا قال هاتوا الراوي بخوي لقى قصة كذا بو حتميا أو ده بيت السبب الترجيح بيش أو كي خسر هرسان هذا جلزانان قلت من لو حالتي بوتسون يعني هيدا ما دام هردو شيء صريح أو وهردو شيء صحيحيشن أو بريار عندها بتعدد نزول تكرار النزول يعني ما يتزارش ده بزيتها هرسان اللي رمنا قطان دري كاكا وخلافي أصلا ما دام خلافي أصلا ما بود دائما بين تكرار النزول ده كاكا هيك كان تكين أصلا الترجيح ده كان ببيش دوميان دخين أو دري أهم بيباش للنيوان ده وأتاوكو جمع بكر للنيوان ده واشتي باش جمع شواجر هاتو قصة كان ليك نزيق بون مدة زمنيان ترى كاكا هردو قصة كان رويدا لكاتك يعني نزيق ليكات دواتر تكا بس البيغمبر درود يخايل السر سبيتن دابزي واوش يكون نمونه باس ما كرديان اگر هاتو اوزار علاج نبو يعني الجمع نجمع بو هيك ما بينكرا او كاتب بريار دني كاكا تكرار النزول هرسان قلت ما منع خطان قال او رايي دانيه او هلا قرويدات ريك زار دابز قلت من دائما تكرار خلاف الاصل برهن او قضيه شي اجتهاد الصحابه يعني اشتكان باكو حديثي في عمر صلى الله عليه وسلم يعني ثابت نبري او ايات اللي يردو زار ده بس صحابه بوتشين يعني وياك او ايات دو زار ده بس زارك لفلان كجن زار لفلان كا شوين امره جيش نسر تعدد النزول مع وحده السبب يعني تسن اياتك مان هي بلام سببك يك نمونه ما أخرجه سعيد كري منصور دجرته عبد الرزاق الصنعاني إمام الترمذي ورواه ابن منذر ابن أبي حاتم طبراني حاكم والصحاح هذا كشي بالصحيح دانا لشي دجرته لأم سلمة دجرته كفرمويتي قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بالشيء فشلوا له هجرة باسي عفرتها الناكرة فأنزل الله قال آيات داوزة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر بعضكم من بعض أو آياتك سببك شيء قصي سلمة أبو أو جاريه وأخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وابن مردويه ديزان عمو سلمة وسادت آياتك قبلهم همان سبب قلت يا رسول ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال بو باسي جنان ناكرتنا باسي بيا ناكري سير كان ترى فلم يرعني منه ذات إلا نداءه على المنبر إلا آتك دواء ويدابزي إن المسلمين دي سنة سبب ويكو أو بسنة آيات دو وأخرج الحاكم عن أم سلمة دي سنة أيضا هل أم سلمة يعني قالت تغزو الرجال ولا تغزو النساء ركاتي غزوات شردكا بياو ديكا أفرد نايكاتن وإنما لنا نصف الميراث ميراثا ما هي نيوش ما هي
إن زخوي قرد داي بزن آياتين ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا أين أونيش نصيب إخوان هي أونيش نصيب إخوان هي كواتي سيك حد يك سبب بلام سن آياتو سأد دابسي أو هرسي كان لبو يك سببي يقرو داو بوا كواتا لرا بودلن سآياتو يقرو داو أقا سيري كان هيز تعارض يقنية لنوانيان هيز تعارض يكبي لنوانيان نية أو سآياتا بوي أو سي سببه كأم سلمة بسيار دكاتن سياترج لاني باس دكا لاني أفرد دكا أفردش بشي هي أفردش بو باز ناكري أجي بو وكو بياو رون ناكريتوا أو آياتا كان دابزينا هرسي كان لبو يك سبب بسيار تاني إبراهيم أو زارشتيش كمان هي تقدم نزول آياتي على الحكم يعني آيات ما هي دابة زي حكمك تطبيق نوزاره أو موضوعش كمان دي انت بيش هندك آيات ما هي باسي هندك أحكام ذكاتن للسوري مكي مسألة زكاة ومسألة صلاة باس اشتانا ذكاتن كاتك باس اشتانا ذكاتن غير أمام يعني باس ما كده اللي بدأتش أحكام لشي دابة زي مدني بو بلام كلا سوري مكي كان باس كرا لير هندق لزانان يكسر كمادام باس كرا ترنكا كاو آياته يكسر مادام قضية صلاة ويا قضية زكاة وأحكام يكسر أن آياتها مدني كشي أصل واسبي أصل واس صورتك بكاملي مكيان بكاملي هو أصل نمونة خواي قول لا سورة أعلى كسورة شي مكيا دفرمي قد أفلح من تزكى بس يكرد لي تزكى فإنه يستدل بها على زكاة الفطر استدلال بو آيات دكيلة زكاة الفطر كذا زكاة الفطر لشي دا واجبها لمكيرة روي البيهقي بسنده إلى ابن عمر أنها نزلت في زكاة رمضان ثم أسند مرفوعا نحوه هم لابن عمر جرايته وهم مرفوعيش هاتيا وقال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التأويل لأن هذه الصورة مكية باشا صورتك مكية قلت باسي زكاتك يا زكاة فطر ما دام أحكامه مدنية كود بآيات لنا صورتك حكم بي لنا صورتك مكيش بيتن ولم يكن بمكة ولا عيد ولا زكاة نجاج هبوه نزكاتش هبوه بو إمام بغوي كباس جوابي أو داته وصاحب تفسير مع عالم التنزيل ضل بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا يعني آياتك دافزة بلا حكمك لا شيء تطبيقها حكمك لا مدينة تطبيقها يعني آياتك دافزة بس تطبيق آيات حكمك لا شيء عندنا لا مدينة هل وكتي نمونيتر لا أقسم بهذا وأنت حل بهذا سوين بوشاري ناخم يندخم زانيان ضلن ولا لا زائدة للتأكيد قال شوين كده فرمي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم بل شوين دخوم بشاري مدينة مكة وأنت حل أتو لو كاتدع كاتك تبو حلال دبيت شو لما كي شرب هيش كشتون شر حرامه فلام كاتك تبو حلال دكري صورتك كسير دك صورة بلد صورة شي مكية باسي صدقة باسي فتح مكة دكا فتح مكة كان جهة صالي هشتمي يجري سير كان حصل دواي مكة ردات لكاتي فتح ريبة بيغمبر صلى الله عليه وسلم ساعاتك كوا أجر خيانج رجدرا حلال بيغنا حرام بهيش شيء نابي حتى كسر أجر بوا قاتل هستا خوي دمكينا خوي شاردو لبي نابي أو كسر بيز نعيش بكشريته دذكر نابي سليتو حكم كان بركو تشيل ذاك إيه ناني نادني آوي نادني جي نادني تنقاوة كريتا وكسبك علاجي نبيت أو ولا برا بلى أنت حل لو كاتك حلال كرا لو كاتي ترى فالصورة مكية وظهر أثر حلك كان جيبوا يوم فتح مكة حتى قال عليه السلام أحلت لي ساعة من النهار زاو شيء ساعة أما زوجها تفسير ده كان بشيست ساعة لزماني عربي وقتها مطلقي وقت نعم مطلقي وقتها سندقين الله أعلم إيه بخش ثانية ساعة دست خوش واحد جوانا ساعة لزماني عربي وقتها كتحديد نيا جل الثانية كتاوك ودسعة وبسعة وهم بس ما دام تحديد ديك النهار يعني لروش
ساعات يقل روج زكاتك سنة الله أعلم أو بو بيغم صم حلال ولو كاتي أقل هاتو خينش رجير دراهم أستاذ بيغم صم قد قروي دانا ولا بيش ريت فينا دان إلا عندك كسي التحديد كذا وجه فلان وفلان كوزور أزيتي بيغم صم وتي أنا بكجنه ولو كانوا معلقين بجدار يكجن وكذلك نزل بمكة سيهزم الجمع ويولون الدبر سورة قمر عينها وسورة شتيا فقال عمر بن الخطاب كنت لا أدري أي جمع يهزم سجمعك تشي هزيمة دبيتا فلما كان يوم بدر رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر لو كاتك قريش كشكال بدر بلام آياتك لتشي دابز يا مكة باش هجرت بزانة صالي تندم وسيم وتندم وبدر كرويدا دو هجري سير كان يعني مديش يساق بيس يعني آياتك زوجة بس حكمك دوكت فأنت ترى فيما ذكره صاحب البرهاني أن صيغة سبب النزول محتمل لسبب النزول ولما تضمنته الآية من الأحكام هرسنت لرأويك ابن عمر كم زار باس ما كرد دري احتمالي صيغك كما تم احتمالي بواسطان هرنات واني بكريت سبب نزولي رسميش بلام هندق لزانيان وكو بداية قبابير تما قلت من إمامي بخاري همو صيغة كان بمسند دادني همو مسند ومرفوع عشاء أقدر من بريان تعبويا أو موضوع عمان هي تقدم نزول الآيات على الحكم يعني آياتك دابز يا دواتر حكمكي تأخير بوا موضوع يشتر تعدد ما نزل في شخص واحد أو زارت سن آياتك ما هي برام لبوت سن كسي يك شخص وكسين ما رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد إمام البخاري الأدب المفرد جرته في بر الوالدين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت في 4 آيات من كتاب الله عز وجل كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم سعد كوري أبو وقاص دفرمي 4 آيات دسر من دابزية يقلو أنا دفرمي دايكم سوين دي خوارد بدايتك أبو مسلمان نبو خواه ونبو خواه توشتاوكو أمن محمد صلى الله عليه وسلم بدورنا كوموا هرقريت ولدي فأنزل الله خواه ولا دابزان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما تو دائما داكو باب أجر مشرك وكافريج بن بهيج شوية نابي أزيت يا مدي نابي بهيج شوية دائما دبي بجيام كي بلام لا تبجياناك اي لو اشتي مخالف شرع تنهى لو بجياناك بلام خاطر فرمي وصاحبهما في الدنيا دبي المصاحبة يعني لقريان بي نابي وزيشان بيلي نابي ولا مشرك المزالة بهيج شوية نابي سرای اوی که اورو مسلمانان سبارت اوی که لسریان واز برانبر بچه بداکو باوچ دایکو باو عزیز المروف چکان همو جانی خوان تبخشن لبو چه لبو من ضاله كان خوان معقوله لكات دكون ناو تمن من ضاله كان بزيان بيرين هر وقت سون استخاني بصاله سوان هي ان يقراصي دبي خاني بصاله سوان نام مسلمانان منع كي بهيش نبي مگر كسي نبيت لو حالته كسينا معه أجنا واتزبل لسر من ضالكاني داك وباوي خوان بخيو بكنا قال يا من همو كاتك أو يقدوه والثانية إني كنت أخذت سيفا فأعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا السيف ده النبي صلى الله عليه وسلم سيف يجي بيه باش من أعجبني يعني بيم اشتكي جوان با بيم جو هب لي هذا السيف أو سيفم أو شمشيرم بيه بخشة فنزلت يسألونك عن الأنفال أو شن أو الدو سيم يعني إني كنت مريضة فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف أمنا خوج من سلمرك دابو بيغمبر صلى الله عليه وسلم هات سردانم كنت من دمي مالي خوم دابش كما أتوانم نيوي مالي خوم كما صدقة ببخشم وصيت كم ببخشري باشوي كوفاتم كرت فقال لا فرمي نخر فقلت الثلث سيك فسكت فكان الثلث بعد جائز باشا سيري بيد يعني هالكسيك فتواني سيتش مالي خوي وصيت بك لدواي خوي يقل سرسي بكرتا خير أو تنايت أو السي والرابعة لأني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي الجمل ديال دا متساوي دا كبوي با أوي
لحين لازم تي حشتري بيدا قترين فأتيت ورسول فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر ليوي تنازم لحين لازم بس بيتي حشتريان طلع كاتك ثم الله يبي سلام أو اعتداء بزي كالتحريم الخمر غير كسان كات عراقي خوارج سيري دي سر خوش دبي لكاتي سر خوش تدرس دبي الشيطان خواهي قد فرمتين يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إذا كاتك مش راجعة دروس دبيتن للنوانيا هروها إمام عمر موافقات كان آيات إمام عمر يعني بون من أو آيات لسوري بدر قلت بقى أسيرة كان بكش ما كان للنبي أن يكون له أسرى أو يكدو حجابي خزانة كان في صلى الله عليه وسلم كوا خلق دشو سرداني ذكرت أفرت كان حجاب يعني نبس تيبو عين أو تجداب زي هروها واتخذوا من مقام إبراهيم أو سئات أنا موافقات إمام عمر بو رزاو بلي أوانش عين بلي أوانش عين بهماش يعني أوانا دتاني بين لبو يكسي زابو أو صار حادثة كذا زباس ما كرت صار أدمن بلام لسر شيبون لسر السعدي كري أبي وقاص نهر سالو سألو سيميان أو أبو سيميان يسألونك عن أو أنفاله نانا سيميان مسألة باسي أو دكاتن باسي أو نخوش كيك لآخر كي سبيدرن كمسألة نعم لا سوري وصية أي شيء كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير وصية عين أو آتبه سالمش مسألة تحريم خمرة هذا تحريم آياتي إنما الخمر والميسر والأنصاب أو آيات كان أو تسار آياته كوادا بالزواج سيارتان هي بران تي يعني سي ما بسي بله قاطع الأنفي بس نيدا ذات ببلح دا خرماية في نقشتي البلح ولا حصل يعني حاجزة كروي دا بهوي خوارنوي عراق بويا وسببش دروس بوا موضوعي شي تركه موضوعي شي زور خوشة ما بس بدل المناسبات بين الآيات والصور دائما القرآن بيروس كذا بزيوا السوري الناس تهوكو السوري فاتحة تهوكو ناس ديارز أنا مثلا الترتيب اختلاف يعني ترتيبي كإستالة برد اسمانا ترتيبي شي السنة موضوعك بخوتان بخينا تهوكو سوري الناس عندنا ترتيبك ترتيبي شي توقيفي يعني في صنم داينا هندش عندنا ترتيبك ترتيبي شي اجتهادية كهردو رأيه دواتر باس عندك جابوا يا جراوي كبازك ترتيبك ترتيبي شي توقيفي بي أو زيادة المناسبات كان ودردك بيتن فلا ما غير اجتهادي بي أو أهميتك الزهور لبو مناسبة كان ناقرتها تعريف مناسبات يا در المناسبة في اللغة المقاربة يعني بيكتسون لين نزيقبون هاو الشيء وبون ترى يقال فلان يناسب فلانا أن يقرب منه فلان كز مناسبي فلانا يعني وودسيت لوي نزيك ويشاكله هاو الشيء ونا ومنه مناسبة في العلة في باب القياس هذا وقت سؤال موضوع قياس من هي سعر مصدري شريعة إسلامية دائما قياس لسرسة حكم دكالة علكي بونهم لمسألة خمر بو حرام علكتيا سكرة سر خوشيا سبيني هر اشتيش تكسر خوشي كردي اگر خمريج نبي عينه يعني بقول من على سبيل المثال عندك شروب هي اگر زور بخوريتها وازام عندك زارج بكار دينن أو أزاما أجر بيزجل الحديث كي ببيئة كان أجر قياس بكين دي سريع إلا كان إذا كان ما دام إلا كان ما عندي توا قياس إلى السرد كين بيهوش يدك بله أول الروي لغة الروي علماء علوم القرآن صدر وجه الارتباط بين الجملة والجملة في آية الوحيدة لنيوان دو آيات يعني بقولون آيات يكم الدوم الربط لنيوان ينسيها وجهك ينسيها يان آيات لبو آيات جملة لبو جملة آيات لبو آيات يعني سنة آيات يان سورة لبو سورة يعني تسمى نبو آيات جملة سورة
ئەوەش دیارە زانایان زۆر احتیمامیان بە بوارەشدایە و هەروەها ئەوەی کە لە بوارەش تەصنیفی کردی یەک لەوانە ئەبوو جەعفەر بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي النحوي كتابه بناوي البرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن وهروها إمام برهان الدين البقاعي كتابه بناوي نظم الدرر في تناسب الآيات والصور نازم من مكتبه هي يعني أو نظم الدرر تقريبا حفت هج مجلدة في طبعا كان قرآن كاريا مسر دادة زور جرين جيب مناسبة آيات كان ومناسبة صورة كان ده لنوانيا زۆر شتێکی جوانیشی کرد ینی بە سەراحەت لە ڕووی بەلاغی و وەجهی بەلاغی و بەیان زۆر شتێکی جوانە مسلمان ناگەر احتیمامی پێ بدەن شتێکی زۆر جوانە بەڵام بە سەراحەت ئەوەیە من لە کتابەکەی ئێوە کە واردە حەز دەکەم زۆر بە مولەخەسی بەسەرداڕۆیە هەندێک شتی تر هەیە ئێستا بۆ نمونە یەک لەوانە المناسبات بين الآيات والصور لسامي حسن تقريبا 50 صفحەیە شتێکی زۆر باشە بۆتانم ڕێکی خسێ دوای بخۆتانە گەعاستان لێوەی ساخن حەز دەکەم ئەوەیان زۆر جوانتر و ڕێکتر باسی مۆضوعی کردیە نەک ئەوەی کتابێکی ئەو لەبەر دەستمانە بۆ نمونە باسی لە مەبحەثی سێم باسی ئەنواعی مناسبات دەکاتە فەرمێ المناسبة بين أجزاء الآية الواحدة یەک ئاەت دێ مناسبە لە نێوانیان باز دەکاتن جا ئەویش دەرێت دوو جۆر مناسبەمان هەیە يكون من حيث اللفظ أو المعنى هەم لە ڕووی لەفظ هەم لە ڕووی معنى هەشمانە تەنها لە ڕووی معنى بۆ نمونە یەکەمیان لە ڕووی لەفظ و معنى خوای گەورە لە سوورەی یوسف چ دەفەرمێ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالك سير فقد جاءت الألفاظ بحيث يلائم بعضها بعضا سير كان لنوان أو آياته كيك آياته لفظ كان خواهي قرأ كو اختياري كرديا هي كم شد سير كان فتاء قالوا تالله لا حروف قسم حرف ما نعمه با چی حرف جاری خواهی قرأ تاي حرف جاری ده أغرب ألفاظ القسم لبرتي وذلك لأنها أقل استعمالا من الواو والباء أويك وأتى لدواوي تفتأ وفتها أغرب صيغ الأفعال التي تفيد الاستمرار من أخواتي كان ما فتئ ما برحها در فتئ هرها ما كم تربكار دي وأتى بلفظ حرضا وهو أغرب ألفاظ الهلاك لا ألفاظ هلاك بهلاك سنة لهمان غريب ترتيا حرضنا فاقتضى حسن الوضع في النظم أن تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها توخيا في حسن الجوار بزانا السير كان باشا لبرتدري ورعاية في الائتلاف المعنى واللفظ ولتتعادل الألفاظ في الوضع تسير كي أتولير التاي هرف جارت تا قطوان لهمان غريب ترى دوايتي هرف جارت ديسان ايش غير ما دام هم يوايتا وكوكو يقبن ليك نسيك تربن باشا وتكت تكون زي أقرب السير كينما ترى وجاءت هذه الألفاظ غريبة لتتوافق مع حالي حالي يعقوب زور غريب سير كان التي وصل إليها وإشفاق أبنائه على حاله كوضع لهرهم أوكات لهرهم وكاس كان زوز خاطرنا خوش ترب أو قلت ما لرويسي أو من حيث اللفظ والمعنى أو زاري وأما التناسب اللفظ من حيث المعنى لروي معنى خواهي قلت فرمي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار سيد كان خواهي قالوا لي لا تسيمن عكرديا ترى الظلم ما كان يعني فلام الركون أدنى ميلة أدنى ميل بيدا قلت الركون باش فإنه تعالى ما نهى عن الركون إلى الظالم وهو الميل إليهم والاعتماد عليهم وكان ذلك دون مشاركتهم يعني أدنى ميل من عندك أدي ميل أدي مشاركة أدي بفعل مشاركة بكي باش عقوبك لتشين لبو تشهانة لرا عقوبك لبو ظلمك يعني لبو ركونك لبو ركونك نقلبو ظلمك كواتا أقل ظلم به عقوبك زيادة عقوبك زيادة يا أخوة يقول الشيخ تفرمي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم باش ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم شيء بشيخ سيام باوك كان أوزا نرزقكم وإياهم أوزا من دار كان باش لا شو يعني تفرمي ولا تقتلوا أولادكم خشية
خشية إملاق نحن نرزقهم من ضلكان وإياكم أو زاري إيوه باش لسوري أنبياء كميان لا سوري لا الأوي كميان فقدم رزق الآباء في سوري أنعام إيه كميان لكميان رزق آباء بيش اختيار على الأبناء بلام لسوري إسرائيل دوميان قدم رزق الأبناء على الآباء سير كان سياقي جملة جرينجا وذلك أن الكلام في آية الأولى لسوري أنعام باسستك آياتك موجهة لبوشي لبو فقراء آياتك موجهة لبوشي لبو فقراء بويك لبو فقير كان مخاطب فرمي رزقي إيود الدم يعني سيا يعني أولاد أولادك أنت بأولاد رزقي دم ما دام رزقي نقوب دم يخود نادي أولادك كواتا خواهي قردت عنداتي أويك موجهة دون الأغنياء فهم يقتلون أولادهم من الفقر الواقع عند حالة فقيري موزعيان زور ناخوش ببوية مضالة كان عندكوش بوية اللي رخواهي قرد رزقي واني ببشي خصبتهم بلام لإيد وميان وفي آية ثانية كالسورة إسراء الخطاب لغير الفقراء تكلموا فقيران حاليا لو كاتي فقير نينا بلام خواهي قرد سياق خشة فرميه كشني من ضالكان خشية لداها توتوشي فقيري ابن بويا وزارة قيتشاني بيشاني خست من ضالكان بويا ببي سياق سيري كان سياق سنجرينجا بلاغي خواهي قرد شون ليرا باسي كرديا هربها خواهي قرد أو مناسبة لنيوان أجزاء وأجزاري ومن المسابقة بين الأجزاء الآيات مراعاة ما يقتضيه التعبير والمعنى والسياق التعبير خواهي قرد تمشا كان دفرمي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم لا آياتش كده فرمي وإن تعدوا نعمة الله بلا ما زاد فرمي إن الله لغفور لسرتيجو إن الإنسان ولا شك أن خاتمة كل من الآيتين تستجيب مع آيات قبلها دين سهري بيش أخونا هذا كان بوخوا لا يد فرمي ليكم يدري إن الإنسان لظلوم كفار له يدوم يدري إن الله لغفور رحيم سيري سياقا كان ولكن إنما يقتضي الفاصل التي ختمت فيها كل آية 100 ذلك أن الآية في سورة إبراهيم في سياق وصف الإنسان ليكم يعني خواهي قرباس إنسان دكا بويت فرمي أقر نعمتك خاني خواه بجميرن ناتوان بجميرن ومروفيسيا ظلومة ظلومش هو صيغة مبالغة زور ظلمي سور دكا وزور كفراني بنعمتي خواهي قرد دكا بلام لإيدوم يا سير كان فختم الآية بصفة الإنسان وأما الآية الثانية في سورة النحل وذلك في صفات الله عز وجل خويا قالوا بس صفات خوي دكا دلتيها إن الله لغفور سير كانت سن علاقيان ببشرية كمان صفات إنسان مو باس إنسانك دومين صفات خوي پروردگار باس خوي دكات نمونية شتر والسارق والسارقة فاقطعوا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم أسمعي جرتوا دل كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي فقرأت هذه الآية والسارق والسارق فقلت والله غفور رحيم سير كان بخويا هاتك أسدري عزيز دري من غلط مكردهم خيندوا سهوا فقال الأعرابي كلام من هذا قصيت شيء أو إساءة باس كرت أعرابي تنها لروي معنى سيري آياتك إذا ها بزانا بريال فقلت كلام الله قلت ما قصي إخوة فقال أعد بخنا فأعدت والله غفور رحيم داري سام كرت جاري ها دي سان داري غلط مكرت ثم تنبهت فقلت والله عزيز حكيم فقال الآن أصبت استرست تذكرت فقلت كيف عرفت شلون زانت عرفت كنت زاني أخوته لبردني القرآن فقال يا هذا عز فحكم فأمر بالقطع فلو غفر ورحم لما أمر بالقطع سير كان خواهي پروردگار عز دو صلاته حكمي ده أمري كرد بقطع فلو غفر أقر غفران لو آياته بالو دي يقول بفرن وهي أنها بيدر عزيز باسد الصلاة قوة خوي دكات أو نموني يعني بصراحة نموني زور خوشو
زۆر گرنگن هەروەها مناسبە لە نێوان ئاەت نمونەمان هەیە بۆ نمونە جارها ئاەتمان هەیە سبەبە لە بۆ ئاەتەکەی دوای خۆی وەکو چی ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم ثم يتولى فريق منهم وهم سيركا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا وجه تنظيم يفترون أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ثم يتولى فريق منهم وهم الآية مستزرة ما دام پشتیان تێکرد و ئیعراضیان کرد ئەوە سبب لە بۆ چی ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا ذلك التولي والإعراض إنما حصل بسبب تسي بسبب تسي أشتروا ده بسبب أوي قوتيتان لن تمسنا النار أما توشي آقرنا بن يعني آيات الدوام سببا للأولى أو جاريها معنا تفسير لبويكم وكتشي وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد ويا قوم واوين إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار قال الآلسي وترك العطف في النداء الثانية لدوم نيقوا يا قومي يقول جملة أو لا تروى عطف دابي أو عطف بكريتن وترك العطف في النداء يا قومي لأنه تفسير اللي برتسق عطف باللوانية جملة يجي سابق خود رزبتها بلا ما هو مباشر علاقة بتشيها باتكي بيشخ لأن تفسير لما أجمل في النداء قبله ليكم دفرمي اتبعوني أهديكم أو سبيل الرشاد تسيها ها بخوي شرح لك إنما هذه حياة الدنيا بلا ما دي آخرت أما اللي بويت عن بانك دكم كوا آخرت هي دار القرار مقامة دمينين ولا بيه يعني شو كده فرمي إن الإنسان خلق وهلو تسيها خوي يقول بخوي تفسير دك إذا مسه الشر وإذا مسه الخير منوعا يعني زارة دميني تأكيدا وكتشي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار يكسر تدعونني لأكفر بالله أو دعوة إيوة لبو آقر تسيا تفرمي إيوة من بانك دا كان لبو آقر إخوخ أوان آقريان لبيش شوي دانا نحبو هديوانيا بلام نا أوي كان قول لبو آقري بانك دا كان لداها توا تسياويش تدعونني لأكفر وأشرك ما ليس بي أقر وبكم كواتا مصيري من سيا آقرا ولكن بلام أمتيا أدعوكم إلى العزيز الغفار يعني جاروها آيات من هي بدل لبوي وكتي أما هم على سورة فاتحة دخوين اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم متيا صراط الذين أنعمت عليهم أو كسانك وأخواي باردوغار تسيد لغر كردونا نعمة لغر كردونا وهنو من يتكشمن عين بهمان شو هي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات خوي يقول لي بخوي تعريفي باسي سدك باسي صراطك ما لبون دكاتم عندك زارها آياتك معترض يعني سي عند بني باسي اشتك دكات جملة دينك علاقي بوان دانيها شون بون من الدري قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا بس رضي الله عنه سي علاقي بقصيده ها جملة دعائي اعتراض يعني اشتيت ينوي كتما بيني قائل ومقولك شون خواهي قول تفرمي فلا أقسم بمواقع نجوم بلام وإنه لقسم كوات أولادها زائدة للتأكيد وإنه لقسم لو تعلمون باش خواهي قول رسول دي خوارد كاوشتك سوين دك لبوتيا إنه لقرآن الكريم كواتا وإنه لقسم جملة معترضة هاتي لنيوان أو كسوين دي بيخواردي أو أشتك أخوي جورد دويد جواب قسمكي بداتوا بمشي وازا سوا نمون زوري شالا ودتان دم يدتان بخوتان دوايب حسن ليبو كوبي دكان هر واش تيش كمان إلى أنواع مناسبات من هي
سوور كخلاص دبي سوري دواوي بسري دادي وكو تسي زور زار اجتمان هي مال سوري فيل لدواوي تسي بسر دادي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب ألم يجعل كيدهم في وأرسل عليهم طيرا أبا ترميهم بحجارة فجعلهم كعصف لإلاف خواهي قورا كفيلي نابرت همون لبودل نواهي تشيبو لبودل نواهي قريش لبو ألفي قريش بالضبط هروها لسوري بيش سوري كوثر السورة تقدر لبيش سوري كوثر سوري كوثر إن أعطيناك كوثر ماعون أرأيت الذي يكذب فذلك الذي يدع ولا يحض تمشاكل يرى ولا يحض يعني سياح يعني رزيل أو أنا رزيل تفاشوي فويل بس سيكرت فويل المصلين الذين هم عبادتك كان بوتشا رياية لدواوي خواهي قالوا باشي تساري إنا أعطيناك أوانا كالرزيلي ذاك النبلا ما تسمان دايتتو كوثر يعني العمل الخير الكثير أستاذ التعريف تفسير كتاب نهر أعطانا له في كرباري كفرك خواهي قالوا بهاشتي حوضك ذي ذات لباشي سدر إنا أعطينا فصلي لو يدقوا فويل للمصلين لرا نيجب كان لو يراؤون لرا لبوتشين يجب كان لربك لو يارمتي فقير وماعون حتى ماعون بداويس جاني النادى برام يدفرمي وانحر وشيء نحر لون يقول وذبح كذبح لبوها مو حيوانك بكاردت كابرا مش كيش بقول شتوي صدى ثاني بري ولا من ذبح ممكن برام نحر خاصة بس بإيبل إيبل إيش كباشترين حيواني أو كاتي بس سيئات كان سون مقارنة ببيش أخوي هي بالضبط هروها أخوي يقول سير كان سنمونية شتر لا سورة مؤمنون دفرمي قد أفلح وورد قبل آخرها إنه لا يفلح الكافرون ناس على بداية قلت إيمان داران مفلحين سرفراو سركتون بلام لفيز آخرها كي لا يفلح الكافرون كافر مفلح نابا يا لا سورة صاد دفرمي صاد والقرآن ذي وقال قبل آخرها بآيات إن هو إلا ذكر لرباسي أو ذكريك بلام نيجو ذكر لبوتشيا آخري قلت لبوتشيا للعالمين لسورة قلم نفع في أولها ما رمي به النبي صلى الله عليه وسلم من الجنون ما أنت بنعمة ربك وفي آخرها حكى قول المشي وقالوا ويقولون إنه هل بدايتي قلت أتشهدني كتلآيات آخري أوان سدكن دلنا فيهم صلى الله عليه وسلم شيء تحاشا طالما خواهي قال بدايتي أو هروها مناسبة لنوان عين بالضبط أشتانا لسوري طور ومن الليل فسبحه بلام للسوري تواوي تتري والنجم إذا سيركن هروها للسوري افتتاح سورة حديد دفرمي سبح لله ما في السماوات سبح بفعل ماضي بلام لسورة بيش أخو واقعة دري فسبح باسم ربك العظيم سبحان الله بك كسي سبح لله بك كسي دري كردي سبح مو تسبيحات إخوان كردي تعاونوا من أنا منظور إن شاء الله دواتر التانسير كان بلام أو لو كل بدايات باسم كرد فلاني ورسمنا بروي وستاني أو قضية كقربيت وقضية كتوقيفي بيتن أو زياتر أو كمان بو دردك أجر هاتوا قضية اجتهادي بهرسنا أجر اجتهاديش يعني بصراحة أو اجتهاد وجهي بلاغي بالشوية زور جوانو بزور شوية ريكوبيك بدردك وصلى الله على سيدنا